ممثلي الجمعيات الحقوقية الوطنية، السيدات السادة الوزراء، سيد وزير التعليم العالي، سيد وزير العدل والحريات، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام والصحافة، ضيوفنا الأعزاء من خارج المغرب ومن داخله، الحضور الكريم، أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الذي نفتتح به أشغال الجمع العام الرابع لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان. هذه الجمعية الحقوقية التي أطفأت خلال السنة التي نودعها شمعتها العاشرة. طبعا من الصعب أن نختزل 10 سنوات في 8 دقائق، ولذلك بدون شك ستكون هناك محطات ومراحل سقطت، ونحن نحاول أن نوثق لأبرز المحطات، ولذلك سيكون للأستاذ عبد اللطيف الحاتمي الرئيس المؤسس كلمة في هذا المنتدى حتى نسترجع معه ذكريات التأسيس، ونسترجع معه أيضا الظروف التي أحاطت بتأسيس هذا المنتدى. ينعقد الجمع العام الرابع للمنتدى تحت شعار حقوق الإنسان، نضال، التزام ومسؤولية. إن العمل من أجل حقوق الإنسان هو فكرة نضالية في حد ذاتها، ولا يمكن تصور عمل حقوقي بدون حس نضالي مرتفع، ولذلك فإن عمل النشطاء أو المدافعين عن حقوق الإنسان يظل دائما عرضة للمخاطر والتهديدات. ولهذا الغرض أصدرت الأمم المتحدة بشأنهم إعلانا يتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. إن شعار هذا الجمع تتوسطه كلمة الالتزام، وهي جوهر العمل الحقوقي. فالالتزام بالدفاع عن كرامة الإنسان، أي إنسان، بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه أو مذهبه أو توجهه السياسي أو الفكري، هو من صميم الالتزام الذي نقصده. إنه التزام لصيق بجوهر العمل من أجل ترسيخ ثقافة حب واحترام حقوق الإنسان، وهو التزام نابع من القيم العليا التي جعلت الإنسان مكرما في الأرض. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وهو يستعد لتدشين مرحلة جديدة في مسيرته النضالية الملتزمة، يعتبر نفسه معنيا بتطوير واقع حقوق الإنسان من موقع الإحساس بالمسؤولية، مسؤولية الأمانة الفكرية والنزاهة الأخلاقية. الأمانة الفكرية التي ترفض تحوير قضايا حقوق الإنسان الحقيقية إلى مجال للصراع الهوياتي أو التطاحن الإيديولوجي أو افتعال الاشتباك بين العالمية والخصوصية. إن فكرة العالمية هي الأساس في الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، وعلى أساسها انتقلت حقوق الإنسان من مجرد شأن من الشؤون الداخلية لتصبح جزءا من القانون الدولي، كما أن جميع الدول بمجرد انضمامها إلى المنظمة الدولية ألزمت نفسها بمبدأ عالمية الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن العالمية في مجال حقوق الإنسان تختلف عن فكرة الهيمنة اختلافا جوهريا، ذلك لأنها تقدم لنا مجموعة من المفاهيم التي شارك المجتمع الدولي في صياغتها، وهي تهدف إلى الانتقال إلى تحقيق الاتفاق بين المنتمين إلى حضارات وثقافات مختلفة حول عدد من الحقوق والحريات، اتفاق يضمن مزيدا من الاعتراف بتلك الحقوق والحريات ويوفر لها عالميا مزيدا من الضمانات لحمايتها، ويحقق تعايشا وانسجاما واعترافا بين الثقافات المختلفة على أساس تعاقدي أخلاقي وقانوني مشترك يضمن التعاون والاعتماد المتبادل بين أبناء الثقافات والحضارات المختلفة. حضرات السيدات والسادة، الحضور الكريم، إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان سبق له أن ساهم بمذكرة ترافعية أمام لجنة وضع الدستور ضمنها أهم مطالبه من أجل دستور ديمقراطي ينتصر للحقوق والحريات الأساسية في نطاق ثوابت البلاد الأساسية
حارسا من موقعه كجمعية الحقوق على مواكبة أغلب المشاريع القانونية المرتبطة بالتنزيل الديمقراطي للدستور. وفي هذا الإطار ساهم المنتدى في أهم النقاشات المجتمعية التي ارتبطت بإرساء دعائم دولة القانون، حيث ساهم في مناقشة مختلف جوانب إصلاح منظومة العدالة، سواء تعلق الأمر بموضوع استقلالية النيابة العامة الذي استدعى لمناقشته 10 محاضرين يمثلون وجهات نظر متنوعة من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين أثمرت وثيقة هامة في الموضوع، أو تعلق بمناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي ومسودة مشروع المصدر الجنائية. كما واكب المنتدى ورشة تفعيل الحقوق السياسية للمواطنين، وذلك من زاوية المطالبة بإصلاح القوانين الانتخابية على ضوء مشروع الجهوية المتقدمة. كما حرص المنتدى على المساهمة في الرفع من قدرات المجتمع المدني فيما يتعلق بتملك الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان، ونظم لهذا الغرض 3 دورات تدريبية في هذا الإطار. كما حرص المنتدى على تقييم أوضاع حقوق الإنسان في مناسبات مختلفة، وذلك بمشاركة جميع المتدخلين من مؤسسات رسمية ووطنية وجمعيات حقوقية، فضلا عن حضوره المتميز بالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي شهدته بلادنا في السنة الماضية. كما أصدر عددا من البيانات التي تتعلق بمراقبة بعض الانتهاكات والتنديد بها التي عرفها المغرب، من قبيل المس بالحق في التظاهر، أو الإفراط في استخدام القوة لتفريق المتظاهرين، أو المنع المنهجي لبعض الأنشطة الحقوقية لبعض الجمعيات، أو التضييق على بعض النشطاء. إن المراقب الموضوعي لوضعية حقوق الإنسان في المغرب لا يمكن إلا أن يؤكد بأن هناك مكتسبات جديدة عرفها المغرب منذ سنة 2011، ابتدأت بالدستور الجديد الذي عزز الضمانات القانونية لحماية العديد من الحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنات والمواطنين، بحيث يمكن اعتبار الباب الثاني من الدستور بمثابة ميثاق حقيقي للحقوق والحريات. وعلى مستوى التفعيل والتطبيق يمكن القول بأن المغرب انخرط في جيل جديد من التشريعات التي تهم حماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى التفاعل مع المواثيق الدولية ومع الآليات الأممية في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار نستحضر بأن المغرب صادق على الاتفاقيات 9 الأساسية، بالإضافة إلى اتفاقية منع الاختفاء القسري، كما صادق على البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الملحق باتفاقية سيداو، بالموازاة مع الانخراط في مسلسل تشريعي هام يتعلق بإصلاح منظومة العدالة وكل التشريعات ذات الصلة، من قبيل القانون التنظيمي للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، والانخراط في نقاش حيوي لمراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، هذه الأخيرة التي تضمنت مسودتها التي لا زالت في طور النقاش العديد من المكتسبات الهامة، من قبيل حضور المحامي مع موكله أثناء مرحلة البحث التمهيدي والتسجيل السمعي البصري لجلسات الاستنطاق. وعلى صعيد الالتزامات الدولية نسجل بإيجابية التحسن الملحوظ في وتيرة التفاعل المغربي مع آليات الاستعراض الدولي الشامل ومع آليات المعاهدات المختلفة، مع الانفتاح على الإجراءات الخاصة مثل استقبال عدد من المقررين الأمميين الخاصين وفرق العمل المتخصصة. غير أن التقييم الموضوعي يفرض علينا القول بأن هناك تحديات أساسية في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى التطبيق، وأيضا على مستوى انخراط مختلف المكلفين بإنفاذ القانون في احترام مقتضيات حقوق الإنسان بنفس السرعة وبنفس الإرادة الموجودة على مستوى التشريعات أو على مستوى الاتفاقية الدولية المصادق عليها، بحيث نسجل بقلق كبير استمرار التضييق على العمل الجمعوي من خلال المنع التعسفي لأنشطة بعض الجمعيات لاعتبارات غير قانونية، وهناك استهداف واضح لبعض الجمعيات الحقوقية، كما تم تسجيل العديد من محطات ضرب الحق في التظاهر ومنع التجمهر بدون مستند قانوني، من قبيل ما حصل لبعض مظاهرات الأساتذة المتدربين في الأسبوع الماضي
وتحديدا ما وقع في مدينة إنزجان. أما في الجانب التشريعي فإن المنتدى يلاحظ بأن بعض التشريعات لا زالت متخلفة عن روح دستور 2011 من قبيل مشروع قانون الولوج إلى المعلومات، وكذلك مشروع قانون هيئة الوقاية من الرشوة. كما تعرف القوانين المتعلقة بمنظومة القوانين الانتخابية العديد من الثغرات بالنظر إلى ما كان مأمولا في هذه المرحلة. كما سجلنا أيضا الاعتداء على بعض الصحفيين وهم يمارسون عملهم المهني في تغطية بعض المظاهرات، وأيضا تعنيف بعض مظاهرات المعطلين وبعض التظاهرات التي جوبهت بعنف القوات العمومية في بعض المدن. هذه التعسفات ينبغي أن تتوقف لأنها لا تساير الإرادة السياسية المعبر عنها رسميا. كما سجلنا في المنتدى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في بعض السجون من خلال تسجيل نسبة عالية من الاكتظاظ الناتجة عن النسبة العالية من الاعتقال الاحتياطي وتواضع الميزانية المخصصة للسجون، وهو ما ينعكس سلبا على برامج التأهيل والاندماج الاجتماعي، مما يجعل المؤسسات السجنية مكانا غير مناسب لإعادة الإدماج. وإذا كان المنتدى قد سجل بارتياح كبير بداية تحرك وتململ ملف المعتقلين في إطار مكافحة الإرهاب أو ما يعرف إعلاميا بمعتقل السلفية الجهادية، فإنه يؤكد على ضرورة الاستمرار في تفعيل المقاربة التصالحية التي سبق أن تقدم بها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى جانب جمعيات صديقة بأبعادها الفكرية والاجتماعية والإنسانية، بغية الإدماج الاجتماعي والتأطير الفكري لهذه الشريحة من المواطنين. أيها الحضور الكريم، حضرات السيدات والسادة، إن الاستحقاقات الحقوقية والقانونية التي تنتظر المغرب تستلزم من المجتمع المدني وخاصة من الحركة الحقوقية أن تعزز قدراتها بأعلى درجات اليقظة والاحترافية مع تطوير قدراتها الاقتراحية لتطوير قوانين العدالة ومشروع هيئة المناصفة ومشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، بالإضافة إلى النضال من أجل ترسيخ وتثبيت دعائم دولة القانون والاستعداد لترسيخ الآليات الوطنية في مجال الآليات الوطنية المستقلة الأربعة، ما يتعلق بالوقاية من التعذيب وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق الأطفال، بالإضافة إلى المساواة. واسمحوا لي أن أختم بهذه الكلمة بمقتطف من الرسالة التي بعث بها صديقنا المناضل المغربي سيون أسيدون إلى منتدى الكرامة، يعتذر فيها عن الحضور في الجلسة الافتتاحية نظرا لتواجدي بالديار الفرنسية، بقوله: للأسف الشديد أنا في الديار الفرنسية للحضور في مؤتمر الBDS، أتمنى لمؤتمركم النجاح في أعماله والخروج بالانخراط في مكافحة أبشع الأنواع للجرائم ضد الإنسانية، ألا وهو الأبارتهايد أو الميز العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. سنلتقي، يقول سيون أسيدون، سنلتقي إن شاء الله وإن شئتم في الميدان لمواجهة تزايد النشاط الاقتصادي الصهيوني ببلادنا، بما فيها الفوز بصفقات عمومية يدفع ثمنها المال العام الوارد من جيوب المواطنين، مع تحياتي الخالصة والسلام. انتهى كلام الصديق سيون أسيدور. نعم، إن نضالنا من أجل الديمقراطية ومن أجل حقوق الإنسان في بلادنا لا ينبغي أن ينسينا واجب النضال من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني وواجب مقاومة التطبيع السري مع العدو الصهيوني الذي تباشره بعض الشركات والمؤسسات الاقتصادية في غياب اليقظة المطلوبة من الجميع. أحييكم جميعا وشكرا لكم على الحضور وعلى حسن الانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.